بقى بصحيح تسدد قسطه في الميعاد وترفع راسنا ان شاء الله يا ست الكل، ان شاء الله. مبروك عليكم يا ولاد. مبروك يا جمالات. يبارك فيك يا رب ويبارك لنا في تعالى يا فتحي، تعالى انا عايزاك. حاضر. فاكر يا فتحي الارض اللي كنت بتتكلم عليها؟ ايوه، قصد حضرتك على الارض الصحراويه اللي كانوا بتوع المساحه بيدقوا لها الخوابير. ايوه هي دي. ايه مالها يا ست؟ ما تشوف لي اخبارها ايه بالظبط، يعني كام فدان، هيبيعوها بالمزاد امتى والحاجات دي كلها. حاضر يا ست نعمة. انما ليه؟ هو كل حاجه تسأل؟ عيب كده يا فتحي. خلاص عيب. اهنيك مقدما يا فندم على المشروع ده. يا استاذ كريم احنا مش عايزين نستعجل. يا محمود ما فيش استعجال ولا حاجة. أنا درست الدراسات المبدئية بالتفصيل، ولما قابلت مندوب الشركة الأجنبي أكد لي إن المشروع عظيم 100% ومضمون 100%. مكسبه مش هيقل عن 150% يا فندم. المباني هي الاستثمار نمرة 1 النهاردة، فما بالك بالإسكان الإداري الفاخر. ما قلناش حاجة، بس ده محتاج لرأس مال كبير جدا. إذا كان التخطيط نفسه محتاج لمبلغ قد كده. كل شيء يدبر يا محمود، كل شيء. طيب على كل حال أنا ما أقدرش أقول غير إنه مشروع من الناحية النظرية مظبوط. كل اللي بطلبه منكم تدوني تفاصيل أكتر عشان نبقى عارفين إحنا بنحط رجلينا فين. ده موضوع مش سهل، وأنا أشرت في الأوراق على كل الحاجات اللي محتاجة استفسارات. سيادتك وريني كده.